وصفة البيتي فور التحفة، ناعم ودايب زي ما انتوا شايفين، مش محتاج ولا كلمة، ما فيهوش ولا غلطة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا كيلو من الدقيق، شلت منهم 3 معالق كبار، ومعايا كيلو الا ربع من الزبدة الساقعة، ومعايا 200 جرام سكر باودر، و3 صفار بيض وفانيليا. تمام. اول حاجة هحطها في العجان الزبدة لازم تكون ساقعة، مش متلجة، بس ساقعة. هضربها الاول لوحدها، اخلطها كده لحد ما قوامي يفك شويه وتبقى كريمي، وبعدين انزل عليها بالسكر الباودر والفانيليا، واديهم برضو ضربه كمان لحد ما القوام يبقى هش وفاتح وخفيف. الفوليوم اللي احنا بندخله للنواعم كلها، سواء البيتي فور والبسكوت والغريبه وكل الحاجات دي، الفوليوم ده هو اللي بيخلي الحبايه خفيفه في ايديا، هشه مش مكتومه، وطبعا سواها حلو جدا. بعد ما بقت كده انا زودت عليها صفار البيض. لو انتي بتحبي البيتي فور ما يبقاش ناعم قوي ودايب، تقدري تحطي بيضتين، صفار بيضتين وبيضه كامله، يبقى بدل 3 صفار بيض 2 صفار بيض وبيضه كامله صفار وبيض مع بعض. انا هنا نزلت كميه الدقيق وسبت شويه في الاخر عشان اشوف هياخد الكميه كلها ولا لا، بس هو خدها في الاخر. قلبت بعد كده الدقيق لما القوام بقى متجانس وبقى زي ما انتوا شايفين كده، بصوا ناعم وبيلزق شويه شويه. هحطه بقى في القمع بتاع الحلواني، وده الوش اللي انا استخدمته، الشرشره بتاعته رفيعه والوش مفتوح مش مقفول. هبدا اعمل بيه الوردات زي ما انتوا شايفين. تمام، سهل جدا وبينزل بمنتهى السهوله. البيتي فور من الحاجات اللي مش بتفرش، والبسكوت بتاع النشادر والبيتي فور من الحاجات اللي لازم تنزليها في الصاج زي ما انتي بتعملي كده، وعلى الفرن على طول. خبزتها على درجه حراره 180، قعدت 10 دقايق في الفرن. وده شكل الصدفه، شكل تاني غير الوردات، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، وما ينفعش اشكلهم واسيبهم في الصاجات، هيبوظ مني. خصوصا البيتي فور وبسكوت النشادر. الغريبه ممكن، الكحك ممكن، السابليه ممكن، لكن البيتي فور وبسكوت النشادر مش هينفع. شكلت كل الكميه زي ما انتوا شايفين، وسبت شويه هعملهم بالشوكولاته اهو. خدت تقريبا نص الكميه بالشوكولاته، حطيت عليها معلقتين 3 كبار كاكاو خام اسباني، ومعاهم معلقه زبده، لان الكاكاو هيغير مقدار الدقيق اللي كان محطوط، فلازم بحط معلقه زبده عشان تعادل القوام ما تبقاش مكتومه. بقلبهم كويس جدا وبحطهم في قمع، بس الشرشره بتاعته مقفوله شويه واوسع عشان هغير شكل الورده. بصوا هعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين عملتها اكبر شويه عشان دول مش هلزقهم في بعض بمربى، ولا احط عليهم شوكولاته ولا اي حاجه، فانا كبرت الورده سنه وغيرت شكلها زي ما انتوا شايفين، واقدر اشكل الاشكال اللي انا عايزاها. بسيب مسافه معقوله ما بين البيتي فور، هو مش بيفرش ولا حاجه، لكن يبقى فيه برضو مسافه شويه. خلصت الكميه دي كلها. ولو انتي مش بتعرفي سوى البيتي فور الغامق، تقدري تحطي واحده بيضه في الصاج اللي فيه البني عشان تعرفي منها ان البيتي فور خلاص استوى، عشان ما تتكيش عليه في النار ويغمق. تمام كده. خلصت كل الكمية بالشكل ده وخبزتها على درجة حرارة 180، قعدوا 10 دقايق وطلعوا تحفة جدا. والزواق طبعا زي ما انتوا عايزين. ادي شكلهم في الاخر. ودول لما استووا اهو، استنيته لما برد خالص، حشيته بمربى ولزقته بالفورماسيل والشوكولاتة، وتقدري تعمليه باي حاجة انت عايزاها. بصوا ناعم وحلو ازاي، بيدوب حقيقي حلو جدا. وعملت شكل روزيتات كمان غير التاني، صغيره شويه عشان دول هلزقهم بمربى وشوكولاته، وعملتهم زي ما انتوا شايفين كده، طلعوا حلوين قوي قوي، وبألف هنا وشفا.